طيب واحدة واحدة بس معايا علشان أنا عايزك تكون فاهم كويس جدًا النقطة دي. العربية دي كيا كارينز غيّرت من 3000 كيلو زيت موتور، ده كان شكل الزيت أهو، قدّام حضراتكم أهو، لسه جديد وفاتح وزي الفل. بعد 2800 كيلو تحوّل لون الزيت للشكل ده. أغلب الناس أو فئة كبيرة جدًا من الناس بتعتقد إنه طالما الزيت اتحوّل للون ده بعد فترة صغيرة، ده معناه إنه الزيت اللي أنا استخدمته فيه مشكلة. إطلاقًا، إطلاقًا. عايز أقول لك إنه أحد وظائف الزيت إنه يغسل المحرك من الداخل. حضرتك لمّا بتجري أو بتبذل مجهود بتعرق، كذلك الحال المحرك لمّا بيشتغل أو بيبذل شغل بينتج عنه ترسبات كربونية. طب وزي ما قُلت لك كده أحد وظائف الزيت الهامة إنه يغسل المحرك من جوّه من قلب الترسبات الكربونية. فطبيعي جدًا إنه ده كان لونه وهو جديد، فطبيعي جدًا إنه بعد فترة من الاستخدام يتحول لونه بالشكل ده. سبب اللون ده إيه؟ سبب اللون ده هي وجود الترسبات الكربونية اللي بتحصل طبيعية جدًا نتيجة شغل أو عمل المحرك. طب أنا عايز أفاجئك وأقول لك إنه الزيت لو فضل لونه فاتح بالشكل ده بعد فترة من الاستخدام معناه كده إنه الزيت فيه مشكلة. يعني طبيعي جدًا إنك تلاقي الزيت بالشكل ده، فتكون فاهم إنه الزيت اللي أنت استخدمته تمام وزي الفل ومِيَّة، مِيَّة ما فيش منّه أي مشكلة. لإنه زي ما قُلت لك أحد وظائف الزيت إنه يغسل، ده مش بس إنه يغسل، ده يغسل ويبرّد ويزيّت. فطبيعي جدًا إنك تلاقي اللون ده بعد فترة من الاستخدام، بعد 2000 أو بعد 3000 أو بعد 5000 أيًا كان. طبيعي إن أنا لمّا أرفع المقياس ألاقي الزيت بقى بالشكل ده. المهم إنه ما يكونش ريحته محروقة وما يكونش فيه رغاوي، بس أنا ده اللي يهمني، لكن مجرد لون ولا يفرق معايا اللون. ده طبيعي جدًا نتيجة الترسبات الكربونية اللي موجودة جوّه المحرك. بس أتمنى ما أكونش طوّلت عليك. سلام عليكم.